كل عاصمة في المديريات والمحافظات خرجت مواكب الشعلة تحمل آيات الوفاء والتقدير من أبناء الجمهورية كلها إلى مدينة الوفاء والفداء. وفي ميدان الجمهورية تجمع حملة المشاعل فحملهم محافظ العاصمة تحية أبناء القاهرة إلى أبناء بورسعيد في عيد النصر العظيم. انطلقت مشاعل النصر تحملها فتيات مصر، وقد أبت الفتاة المصرية إلا أن تشارك في اليوم المجيد الذي يرمز إلى الفداء وإلى التضامن والعزة. عند مشارف العاصمة مضت المشاعل في طريقها إلى المدينة الخالدة. بورسعيد رمز الكفاح والنضال، الصخرة التي تحطم عليها الاستعمار وشهدت معارك رهيبة دارت بين الظلم والشرف، بين دعاة العبودية وأبطال الحرية، حتى انتصر الحق على يد أبناء مصر. باتت المدينة ساهرة تنتظر حلول صباح 23 من ديسمبر، يوم النصر المجيد وعيد اللقاء مع القائد المنتصر. وما أن وصل القطار الخاص إلى محطة بورسعيد حتى أطلقت المدافع إيذانا بوصول الرئيس جمال عبد الناصر. كان في استقباله محافظ المدينة وقادة القوات المسلحة وأعضاء مجلس الأمة وقناصل الدول. وكان شعب بورسعيد متكتلا خارج المحطة ينتظر لقاء الرئيس الذي جاء إلى مدينتهم يحتفل معهم بساعات الخلود والمجد والانتصار. اندفعت الأمواج البشرية إلى طريق الركض حينما لمحت سيارة الرئيس تتحرك، وبجواره وقف السيد عبد اللطيف البغدادي رئيس مجلس الأمة، والفريق عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية. كان المواطنون يهتفون من أعماق قلوبهم وهم في نشوة اللقاء والنصر، يندفعون ناحية الركض، ويود كل منهم أن يصافح الرئيس جمال عبد الناصر. تدافعت الجماهير من أبناء بورسعيد في كتل متراصة حتى غطت السيارات العديدة في ركض الرئيس، وتصاعد هتافاتهم في قوة وفي يقين تحيي بطل النصر وقائد مصر الظافرة وزعيم القومية العربية المتحررة، قاهر الاستعمار ومحطم القيود والأغلال. كانت شوارع بورسعيد وميادينها تردد أصداء الفرح والإيمان، تشهد الدنيا أن مصر بلد الوفاء، وأن دعاء الشعوب الوفية هو من صوت الله. امتلأت الشرفات والمنافذ بالآلاف من الشيوخ والشباب بالنساء والأطفال، يلوحون بأيديهم ويحيون بالأعلام، يرددون هتافات النصر وعبارات الإعزاز والتقدير. اشترك إخواننا الأجانب في عيد مصر القومي وفي يوم بورسعيد الخالد وفي تحية القائد العظيم الذي هزم قوى الإمبراطوريات وأحبط مؤامرات الاستعمار. لم يكن الموكب يتقدم لحظة حتى يقف لحظات، ولم يكن يمر بشارع مزدحم حتى يجد الركب زحاما أشد وأكثر في شارع آخر، حتى لقد قطع مسافة 4 كيلومترات في 3 ساعات كاملة. كانت اللافتات التي كتبت، وكانت الأعلام التي رفعت، وأقواس النصر التي نصبت ليست إلا تعبيرا بسيطا عما يملأ قلوب المنتصرين ويفيض به نفوس المصريين من إيمان ويقين. وكان أول مكان يزوره الرئيس جمال عبد الناصر هو مثوى الشهداء الأبرار الذين كتبوا بدمائهم سطور الحرية والشرف والخلود.
في لحظة الذكرى والإجلال دمعت عين جمال عبد الناصر. وفي ميدان الشهداء وضع الرئيس حجر الأساس للنصب التذكاري للجندي المجهول. هناك رفع الرئيس علم بورسعيد يرمز إلى كفاح الشعوب من أجل الحياة الكريمة ويخفق مع نسمات الحرية والانتصار. وشهد الرئيس والقادة وضيوف مصر أعضاء وفود المؤتمر الإفريقي الآسيوي العرض العسكري اشتركت فيه قوات رمزية تمثل أسلحة الجيش المختلفة. جيش مصر الذي حارب بكل طاقاته في البحر وفي البر وفي الجو أمام قوى الطغيان وضد جيوش الدول العظمى. وحي الحاضرون جنود البوليس الذين اشتركوا مع الجيش والشعب في معركة النصر. ودوى الميدان بالتحية والتقدير لأبطال فرقة الصاعقة الذين أحالوا حياة المعتدين إلى جحيم وهلع وموت. ومضت كتائب الشباب وقوات الفدائيين في العرض العسكري، وتجلت أروع الأمثلة لتضامن الجيش مع الشعب والبوليس في الذود عن كل شبر من أرض الوطن المقدس. اشتركت الفتاة المصرية حينما مرت فرق من المتطوعات والفدائيات تعلن للملأ أن مصر رجالها ونساءها يعملون يدا واحدة في طريق واحد من أجل مصر وفي سبيل القومية العربية. وفي ختام العرض العسكري مرت طوابير القوات الميكانيكية والمدرعة تزيد القلوب إيمانا ويقينا بقوة مصر العسكرية.